يعيش النادي الإفريقي التونسي فترة فراغ أثرت بشكل كبير على نتائجه، ليتراجع ترتيب الفريق في بطولة الدور المحلي إلى المركز الثالث. مراسل أبو ظبي الرياضية في تونس حماد معمري بحث في أسباب تراجع أداء النادي وأعد لنا التقرير التالي. صعوبات بالجملة يمر بها حاليا النادي الافريقي، حيث يحتل المرتبة الثالثة في البطولة المحلية لكرة القدم ب38 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي التونسي، بالإضافة إلى تلويح رئيس النادي سليم الرياحي بالاستقالة. بقدرة ربي الأزمة بين ظفرين، زاد الأزمة خاطر عادي باش تمر بفترة فراغ تجاوزناها وإن شاء الله قادم أحسن. أسسنا الهيئة التنفيذية في النادي الإفريقي، ثم أشخاص ما تمشاوش، وقعت بعض التغييرات، قاعدين نلوجوا على الفريق اللي ينجم يخدم مع بعضه. كيف ما قلت لك ثم مجموعة صغيرة اللي تو مازلنا ماناش فاهمين، ماناش متعودين على الكومبورتمون الوظيفي في النادي الإفريقي، ماناش فاهمين الدوافع نتاعها ولا شنو اللي يحركها بالطريقة بالعنف هذاك. النادي الافريقي بصدد بناء فريق متكامل، وهو في حاجة إلى تضافر جهود الجميع. جات فترة متاع نتائج تراجعت شوي، فما مشروع هام اللي قاعد يتبناه بطرف بطرف. البناء ديما راهو صعيب، فما فترات تجي صعيبة، لازم الناس كل تكون متكاتفة مع بعضها، الناس كل تتعاون مع بعضها، الناس كل تفكر مع بعضها باش تمشي تحقق الأهداف. نصور الأمور تحسنت توا، وإن شاء الله النتائج تبع كيف. نتائج النادي الافريقي في البطولة المحلية لا تعكس الامكانيات الحقيقية المتوفرة للنادي، وهو ما اثار حفيظة بعض الجماهير. والله بور لو مومون ما ثماش نتيجة، فهمتني؟ تو قلنا ما ثماش اداء وثم نتيجة، دونك تو نحبوا النتيجة. الجمعية كانت في المرتبة الأولى، وصلنا احنا بيدنا كجمهور النادي الافريقي هو اللي حابين ندخلوها في مشكلة. وهناك من الجماهير الرياضية من يرى أن الإعلام هو من يفتعل الأزمات داخل النادي الإفريقي. بعض وسائل الإعلام كما الكوش الكل فهمني هم اللي دخلونا في سبب في الوضعية هذه، فهمني يخلقوا في أزمات. النادي الإفريقي كغيره من الأندية يمكن أن يمر بفترة فراغ، وإمكانية التدارك تبقى واردة. كل فريق في الكارير نتاعو معناتها باش يتعدى بمراحل صعيبه، كما تعدى بمراحل كبيره برشا وبتتويجات كبيره برشا، لكن الفرق الكبرى ديما تعرف تخرج. ما نحبش نقول ازمه، خاطر بالعكس ما هيش ازمه. النادي الافريقي في مرتبه مشرف بحول الله، قادرين ان شاء الله باش نرجعوا للمرتبه الاولى لما لا. يحتاج النادي الافريقي في هذه المرحله بالذات الى مزيد انضباط لاعبيه واحكام التسيير الاداريه من اجل المراهنه على بطوله الموسم الحالي. لأبو ظبي الرياضية حماد معمري، تونس.